من كيلو صدور عايزه اقولك هتعملي وليمه من التشيكن الستريبس، عايزه اقولك هتتحدي بيه اشهر المطاعم. سامعالي القرمشه؟ شايفالي الكفر؟ مش بس كده، وازاي كمان تعملي فتة الريزو. عايزه اقولك بكيلو من الصدور عايزه اقولك هتعملي 20 طبق من الطبق اللي احنا بنشتريه ب100 جنيه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل في الطريقه على طول. نبدا كده في الوصفه. تعالوا اقول لكم سريعا البهارات انا جايباها جاهزه زي ما انتم شايفين. دي بهارات البروست ودي بهارات الريزو. تمام، انا كنت جايباها جاهزه. عايزه اقول لكم ده كان كيلو، ده كان كيلو، وحطاه في درج التلاجة. كل ما بعوز بطلع واخد منه. انا كنت جايباه من الشيف فاتن عبد الله. عايزه اقول لكم احلى تيست واحلى ريحه، بجد بجد خطيره. انا معرفش هي بتبيعها ولا لا حاليا، بس هنشوف الموضوع ده. عشان ايه ما تقعدوش تسالوني اجايبها منين واجيبها منين، وممكن تجيبها من اي عطار، بس ما اضمنش نفس التست ونفس الريحه ونفس الطعم. خلاص. دي بتغنيني بقى ان انا احط مرقه بتاعت الريزو ده، احط مرقه فوريه او احط اي بهارات فيها كل حاجه، ودي فيها كل حاجه. تعالوا بقى نشوف بقى هنعمل ازاي ونتبل مع بعض ازاي. دي حار وفي منها حار وفي منها بارد، انا كنت خلطه البارد على الحار. تاني حاجه زي ما انتم شايفين معايا كيلو من الموز. قولي له عايزه موز، بس للاسف هو طبعا كان فاتحها عشان يبيعها من ضمن البانيه يعني، بس مش مشكله. انا باخدها وبغسلها وبقطعها نصين. انا هنا بصوا قطعها نصين. يفضل تقولي له من الموز. بصي كل ما تجيبيها من موز عايزه اقولك هتاكلي احلى تيست واحلى طعم. قولي له بس عايزه كيلو من الموز. خلاص. انا زي ما انتم شايفين كده بتجيلي بالشكل دوت. هو المفروض تكون موزه مقفوله وانا بقطعها نصين، بس هو طبعا كان جالي كده. هو جالي كده، اعمل ايه؟ اتصرف ورحت قطعها نصين. خلاص. يبقى تجيبي كيلو من الموز وتغسليه كويس جدا جدا وتصفيه. وتعالوا يلا نتبله مع بعض. بوله فيها لتر من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه، وهبدأ احط زي ما انتوا شايفين كده في اللتر المية 3 معالق كبار من الخلطة. بعد كده هقلبهم كويس جدا جدا. لازم البهارات تتقلب كويس في لتر المية. طبعا كيلو فراخ يبقى لتر ميه 3 معالق كبار من البهارات. ولو عايزه تضيفي تاني بتدوقي انت، لو هي محتاجه مثلا معلقه نص معلقه بتضيفي، مش محتاجه وعايزه ممكن تضيفي سنه ملح تضيفي سنه ملح، لكن ولا فلفل اسود ولا اي حاجه تماما. هي البهارات بتاعه البروستو بس، تقدري تجيبيها من اي مكان بس يكون العطار عندك نظيف. بعد كده بضيف بقى الفراخ او كيلو الفراخ اللي احنا جايبينه او كيلو الموز. زي ما بقول لك كل ما بتقولي له عايزه من الموز عايزه اقول لك هتاكلي طعم ولحم في منتهى الجمال. وهي سعر الصدور عادي يعني، مش هيزودها عليكي حاجه. قولي له بس انا عايزه الكيلو يكون من قطعيه الموز. خلاص. بعد كده يفضل بقى تحطيه في كيس وال24 ساعة. ما ينفعش ديت تتنقع ساعة او ساعتين او 6 ساعات، دي مش اقل من 12 ساعة. تحطيها كده في التلاجة 12 ساعة وتحطيها في كيس تلاجة علشان تتغلغل كده كويس. خلاص. بعد ال 12 ساعة تاني يوم زي ما انتم شايفين هنبدأ نعمل الخطوة التانية. الخطوة التانية اللي هي الدقيق او المرحلة اللي احنا هنغلف بيها الستريبس. كيلو دقيق عليه 3 معالق كبار نشا. ما تزوديش وما تجوديش من عندك، 3 معالق بالظبط نشا كبار. كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا. طب يا امل الفانيليا دي هتقلب حلويات؟ اطلاقا، بتديها ريحه في منتهى الجمال وانت بتقلي. كيس زي ما انتم شايفين كده مرقه فوريه، معلقه كبيره من الثوم البودر، معلقه صغيره من الفلفل الابيض. فلفل ابيض، ما تقوليش ما عنديش فلفل ابيض احط اسود، ما تحطيش. ما عندكيش ابيض ما تحطيش فلفل اسود خالص على الدقيق. انا مش عايزه اي لون اسود معانا في الوصفه نهائيا. دي الوصفه الصح والريسبي الصح، وعايزه اقول لك اقسم بالله هتتحدي بيها ماك نفسها. عارفين ماك نفسه؟ والله العظيم هتتحدي بيها ماك نفسه، لان انا جايبه لك الريسبي ما تخرش الميه. زي ما انتم شايفين التتبيله روعه ولازقه في القطعه ازاي. القطعه بتتكلم عن نفسها. في ناس بقى تقول لك احطه في الدقيق وارجع تاني في الخلطه علشان ايه ما ضيعش طعم الخلطه. انت كده بتعملي كارثه كارثه كارثه. انا بشوف كوارث، واللي بتحطه في بيض كوارث، حرفيا كوارث. هتطلعيه من الخلطة على الدقيق وترجعي من الدقيق على مية بتلج. اهم حاجة زي ما انت شايفة كده كوباية مية على كم كده مكعب من التلج، ما تكتريش مية. اهو غلفته كويس جدا وبعد كده بحطه في المية. والخطوة اللي جاية بقى مهمة جدا جدا جدا. صوابعك تكون مفتوحة، ما تكونش انت قابضة ايدك، وصوابعك تكون مفتوحة. وعايزة اقولك 15 بقى لفة.
يعني 5 لفات كده على 5 لفات كده، مش اقل من 15 لفة. والحطة اللي هتعمليها هتقليها، الحطة ما ينفعش اعمل كمية كلها وارجع اقليها على مراحل. الحطة اللي انت هتقليها هي اللي هتعمليها لحد ما تعملي الخطوة دي وتقلي، عما تتحمر معاكي هنبدأ نعمل الخطوة نفس الخطوة تاني لحد ما تخلصي كل الكمية اللي معاكي. وخطوة الشبكة دي مهمة جدا جدا جدا، لو ما طلعتوش على شبكة عايزة اقولك الوصفة معاكي مش ناجحة وهيطرى معاكي. وعايزة اقولك لازم يطلع على شبكة عشان لو بات معاكي يفضل القرمشة فيه لتاني يوم. شايفة الشكل؟ شايفة الكفر عامل ازاي وهي نية؟ طبعا احنا ما عندناش قلاية، نعمل ايه؟ حلة صغيرة علشان تكون كنزة كده وتكون واخدة معانا وتكون غمرانة بالزيت. الزيت حوالي 1.5 كوباية من الزيت، حلة صغيرة زي ما انت شايفة، وعلى قد الحلة هحط الكمية اللي معايا اهو بكل سهولة. عايزة اقولك هتاخد معاكي 9 دقايق تحمير، 10 دقايق بالكتير قوي تحمير على كل جنب كده، 3 دقايق لحد ما ياخد الكفر والتحمير القمر دي. عايزه اقولك افضلي صفيه كده من هنا للصبح، عمر الكفر ما هينزل من عليه. وانت سامعه كده القرمشه عامله ازاي. ومن بين كل حطه وحطه لازم كده انضف الزيت بتاعي بمصفى سلك. كل التركات اللي انا بقولها لك والله ما هتلاقي حد يقولها لك. وانت بتتفرجي كده كلمه حلوه منك ولايك، مش عايزه لايك، عايزه لاف كده حلو منك تحطولي على الفيديو، وهكذا. وتعملي الخطوه وهكذا لحد ما تحمري كل الكميه. وزي ما انت شايفه كده ارزعيه في الحيطه هيرجع لك تاني. سامعه القرمشه؟ طب تعالي كده ندوق اهو. ده اللي انا بقوله لك، لما تجيبي الموز عايزه اقول لك هتاكلي احلى لحم. وحطي بقى على الرز الريزو، وحطي بقى صوص الباربيكيو. عايزه اقول لك الطبق ده شوفي بيتاكل كام بره. هتعملي 20 طبق لاولادك في البيت، 20 طبق. اتحداكي تعملي بالكيلو الفراخ 20 طبق لاولادك. حاجه كده في منتهى الجمال. بالله عليكي ما تستخسري فيا الشير واللايك علشان غيرك يستفاد، لاني والله العظيم الوصفه دي ما هتلاقيها عند اي حد. والرز الريزو والله العظيم صورته لكم بس الفيديو لقيته طويل، هنزله لكم في فيديو لوحده. حطي بس لايك وشير ومتابعه من فوق الفيديو لو انت مش موجوده عندي، علشان لما انزل لك وصفه الريزو بكره او بعد بكره تشوفي الوصفه. عملت لك احلى رز ريزو، عايزه اقول لك هتاكليه هتقولي انا في حياتي ما اكلت زيه. لايك وشير للفيديو، وبحبكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.